بصراحة ارشحها لاي حد ممكن يكون بيفكر في عربية SUV كومباكت SUV بالشكل ده. لا، العربية بتأدي اداء هايل وقيمة مقابل سعر، ولو ان السعر زي ما قلنا عايزينه يتخفض شوية ومستنيين تخفيض من SN ان شاء الله. جابت العربية حلوة قوي. انا شايف ان ضغطة بسيطة على البنزين العربية بتجمع بسرعة. انا شايف ان العربية اداء هايل، و انا مش حاسس ان انا راكب عربية صيني، بل بالعكس الخامات والهاندلنج كأن انا راكب عربية اوروبي بالظبط بدون مبالغة. يعني الماتيريال تحس ان انت سايق حاجة بريميوم مش حاجة عادية. كواليتي مع السكتشنج في الداشبورد والخياطة كلها في الابواب مع الكراسي هايلة جدا. طبعا الكراسي بتاعت السواق والراكب الامامي كهرباء بالكامل باوضاع مختلفة، سواء الظهر او القعدة بتاعت الكرسي، فده بيدي لك اريحية مع الميموري بالنسبة للبوزيشن بتاعك ان انت تقدر تسجله وهو بيأقلم نفسه عليك لما بتيجي تخش العربية اللي هي في الايزي اكزت، تبقى سهلة قوي وترجع تاخد البوزيشن اللي انت عايزه بعد ما تقعد في العربية. موتور العربية دي بيخرج 204 حصان و305 نيوتن متر، وده بالنسبة لحجم الموتور والعربية أداء هايل طبعا، ومسيلاتها مش هتلاقي الأرقام دي. منظومة الحركة في العربية دي فتيس 7 سرعات دول كلاتش ويت، ده فتيس هايل تجميعه سريع وفي نفس الوقت يعني من أحسن آلات وأنظمة الحركة اللي ما فيهاش مشاكل في العربيات، ومتجرب في أكتر من عربية طبعا. عجبني قوي الدريكسيون بالدي كات بتاعه، شيك قوي وعصري. العربية دي تقدروا تتفرجوا عليها في شركة SN اوتوموتيف في ميدان المروحة قبل نفق السخنة، اللي هو يعني سابقا كان اسمه ميدان محمد زكي. هناك برضو مركز الخدمة ضمان العربية دي 6 سنين أو 200,000 كيلو، ولو كهرباء 8 سنين على البطارية بدون حد أقصى للكيلومتر. وإن شاء الله SN اوتوموتيف عندها خطة توسع، شوروم جديدة هتتفتح قريب في منطقة التجمع، وبعد كده هيبقى فيه برضو شوروم في الشيخ زايد عشان تخدم منطقة غرب القاهرة. أنا بدي مرشدير الكاميرا الخلفية جايبالي كل حاجة، والريزوليوشن بتاعها هايل جدا، تحفة. طبعا الشنطة كهرباء، مساحة الشنطة هايلة جدا، والوسع فيها بصراحة مناسب جدا لحجم العربية، وده أنا شايفه رقم مقبول جدا 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 للعربية بالحجم ده. عجبني أوي السبويلر ده، يعني الحاجات الجديدة والفاشون طبعا مع الكاميرا الخلفية. العربية زي ما احنا قلنا فيها كاميرات دي لك كل الزوايا بتاعتها وانت بتتحرك وانت ماشي وانت بتلف ملفات. طبعا اول ما بتدوس على المفتاح او بتقرب من العربية الهيدن هاندل بتفتح على طول، تقدر تفتح منها الباب. ده المفتاح، وفي خاصية التشغيل عن بعد، وفي خاصية ان انت لو واقف في بارك ومش عارف العربية فين بتدوس عليه بيديلك الارم واناونس عن مكان العربية. دراع الفتيس بقى شيفت باي واير، حتة كريستالة لطيفة كده بتعكس اضاءات عليها، دي من الحاجات الشيك برضو في الكونسولة. دي الاضاءة الخارجية يا جماعة، فول ليد ماتريكس، شكلها شيك قوي. اديها احسن عربية بصراحة كروس اوفر جربتها السنة دي. عجباني قوي الاضاءة الخلفية مع الليد بار الخلفي، تقسيمته حلوة جدا، شيك قوي.